اهلا بيكم في كروشيه ووفن تيلز. في الفيديو ده هنعمل تعليقه للشنطه بتاعتنا اللي عملناها في الجزئين اللي فاتوا. عملنا شنطه مودرن شيك جدا بيد قصيره. لو حابين تشوفوا فيديو الشنطه والايد بتاعه الشنطه هتلاقوا اللينكات بتاعه الاجزاء اللي فاتت في صندوق الوصف. التعليقه دي شنطتك لمسه شيك جدا، وهنعملها خطوه بخطوه في الفيديو ده. هو فيديو مناسب جدا للمبتدئين، لو لسه بتتعلمي كروشيه هتقدري تعمليها بمنتهى السهوله. وفي الاخر هيكون معاكي اكسسوار جميل للشنط بتاعتك. الخامات اللي احنا محتاجينها، محتاجين خيط قطن بلونين مختلفين، ومحتاجين ابرة كروشيه مقاس 3 مللي ومقص وابرة تنظيف للخياطة، وحشوة فايبر اللي بنستخدمها في حاجات الاميكرون، وطبعا محتاجين حلقة معدن اللي هنعلق بيها التعليقة بتاعتنا في الشنطة. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنعمل عقدة البداية، وبعدين هنعمل 15 سلسلة. بعد كده هنعمل سلسلتين كمان، وهنبتدي نشتغل في السلسلة الثالثة. هنعمل غرزتين عمود بلفة. كده هيبقى عندنا كلاستر او عنقود عبارة عن 3 عواميد بلفة. 3 سلاسل الاولانيين بيتحسبوا عمود بلفة مع العمودين اللي عملناهم، فهيكون اول كلاستر عندنا. هنكمل بنفس الطريقة، هنسيب سلسلتين وبعدين نعمل 3 عمود بلفة في نفس الغرزة، ونسيب سلسلتين ونعمل 3 عمود بلفة في نفس الغرزة. هنكرر لحد آخر السطر. نوصل لاخر غرزة هنبتدي نشكل اول زاوية عندنا. هنعمل سلسلتين وبعدين نعمل 3 عمود بلفة تاني في نفس الغرزة الاخيرة، وسلسلتين كمان، وبعدين نعمل 3 عمود بلفة في نفس الغرزة بس من الناحية التانية. كده هيتكون عندنا الغرزة العلوية في السطر، وهيكون عندنا فراغين زاويتين على الجنبين. بعد كده هنشتغل على الناحية التانية من السلسلة الأساسية اللي عملناها في الأول بنفس الطريقة. كل كلاستر قدامه كلاستر الناحية التانية. لما نوصل لآخر غرزة هنعمل سلسلتين وبعدين هنعمل منزلقة في أول غرزة بدأناها، فبالشكل ده يتكمل عندنا أول سطر. هنقص الخيط ونبتدي ندخل اللون التاني. طبعا احنا بنبدأ دايما من الزوايا، فهندخل الخيط في زاوية بغرزة سليب ستيتش او منزلقة،
وبعدين نبتدي نعمل اول كلاستر في الزاوية 3 عمود بلفة. هنروح على الزاوية اللي بعدها نعمل 3 عمود بلفة، سلسلتين 3 عمود بلفة. دايما هنكرر المجموعة دي في الزوايا بتاعتنا. هنكمل بنفس الطريقة اللي فاتت، هنعمل 3 عمود بلفة في كل فراغ من الفراغات اللي في السطر اللي قبله. لما نخلص الدور التاني هنبتدي نعمل في الاخر سلسلتين ونقفل بغرزة مخفية علشان الشكل بيكون احسن كتير من المنزلقة في اخر غرزة. بعد كده بإبرة التنظيف هنخيط أطراف الخيط في ظهر الشغل بتاعنا ونقص الزيادات. دلوقتي هنعمل قطعة تانية زي اللي عملناها بالظبط، وهنبتدي نخيط القطعتين في بعض. هنحط ظهر الأولى في ظهر التانية ونبتدي نشبك الاتنين مع بعض بغرزة حشو في كل غرزتين قدام بعض من القطعتين. هنسيب بس فتحة ونبتدي نحط الحشو بتاعنا جوه ما بين القطعتين، وبعدين نكمل نقفل الفتحة بغرزة الحشو عادي جدا. لما نوصل لآخر غرزة هنقص الخيط ونعمل غرزة مخفية، ونبتدي برضو نخبي طرف الخيط بغرزة التنظيف في ظهر الغرز. اخر حاجة انا عملت وحدتين من الشراشيب بنفس الالوان اللي عملت بيهم التعليقة بتاعتنا، بتدي شكل جميل في الشنطة وشكلها مودرن، بتدي الوان زيادة. وركبت طبعا الحلقة المعدن بتاعتنا، وبكده تبقى التعليقة جاهزة عشان نركبها في الشنطة. زي ما شفتوا قد ايه هي سهلة جدا مناسبة للمبتدئين، واتعلمنا ازاي نعملها مع بعض خطوة بخطوة. شكرا جدا على متابعتكم. لو عجبكم الفيديو وحابين تشوفوا مشاريع كروشيه خطوة بخطوة تانية، ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم واشوفكم في فيديوهات تانية.